طبعا كل ده بهدوء. راقب مزاجه إذا اتغير. لو منطوي، لو حسيت إنه متأثر بزيادة، كلم أخصائي يساعده، ووفر له بدائل محترمة وحاجات تخليه عنده رقي في مشاعره، زي كتاب كويس جدا وجيد ومفيد له، فيديو كويس، وخليه يعرف إنه دايما جاهز إن هو إنك تسمعه طول الوقت، مش بعيد عنه، لأنك أنت دايما معاه في كل وقت. أنت صديقه والأب وروحه وكل حاجة. افتكر دايما إن ابنك دايما مش محتاج حد يخوفه، هو محتاج منك الأمان، ولما يحس إنك جنبه مش ضده هيتغير وهيبقى إنسان قدير بنفسه، وهيعمل الشيء الصح. شكرا لكم، أشكركم على حسن استماعكم، ولكم مني وافر الاحترام، وأهلا ومرحبا بكم في قناة الملكة سوسن النجار. الرجاء الاشتراك وتفعيل جرس القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.